السلام عليكم البنات، واش راكم؟ واش حوالكم؟ وصحه عيدكم وكل عام وانتم بخير. على بالي باللي راني روطار بزاف، هذه تاع صحه عيدكم بصح معليش، المهم نعيد عليكم حتى واذا فات العيد. هذه المره راني طولت عليكم بزاف. اول مره نغيب على قناتي بهذه المده هذه، بصح الله غالب ما نكذبش عليكم، شويه ظروف، شويه تفنيين، شويه القعد ما كانش. المهم ان شاء الله راني رجعت للقناه. وبزاف اللي راهم يبعثوا لي في البريفي يقولوا لي على راكي تحبسي وراهم روتيناتك وراهم اطباقك ولفتينا ورحتي خليتينا. البنات راني ما رحتش، ما نكذبش عليكم. القناه ما خليتهاش. وشي هو دوك نفهمكم في واحد الحاجه على واش راني ديغوتيتها هكا شويه. نقول لكم علاش. لهنا البنات القناه فيها تعب. الحاجه الاولى لازم تتعبي، لازم تنظمي وقتك، ديري وقت بين الاولاد وبين هذه القناه والدار. لازمت لها يعني وقفه. وشي هو انا من النوع اللي اللي ما نوضش بكري. سما مع السخانه هذه والاخر. الفشله تجيك وحدها من هذه السخانه هذه، وحدك يعني تفشلي. من ساعات اخرين ما نشتي نصور، ما نشتي حتى طيب، ما نشتيش نطيب. ما نكذبش عليكم، اي وحده يصرى لها هكا. والحاجه الثانيه اللي ثاني فشلتني بزاف، كي نحط انا الفيديو البنات، الفيديوهات تاع القناه البنات اخرين حاطين هكا كيما اخرين حاطين، ما على باليش انا كيفاه تصوري وتحطي فيديو ديراكت، لازم تمونطيه ولازم تعدليه ولازم ديري الف حاجه. اللي عندهم قنوات راهم يسمعوا فيا على بالهم بالشي اللي راني نهضر فيه. قلت لكم البنات قناه راهي واعره. والحاجه اللي ضر اكثر كيما قلت لكم تتعبوا وتحطوا تحطوا هذاك الفيديو، المهم ديروه من كلش. على الاخر جام ما كانش، جام واحد برك ما كانش. ما على باليش انا وشي هو هذا نقول لي نفشل. انا ما كذبش عليكم، نقول انا راني نعت الشيء اللي راني نقدر عليه ونمد الشيء اللي عندي. ونعت لكم كلش، نشارك معكم كلش. على الاخر كما قلت لكم لا جام لا كومونتير هكا يفرح يحفز هكا باش يزيد العبد يطلع شويه والو. ما كانش. نفشل. انا ما نقدرش نقول انا راني نتعب على راني وقتي كامل راه في الكوزينه، وقتي كامل في الطياب، ووقتي كامل خليت الدار وخليت الاولاد، وقتي كامل في الكوزينه هذيك. حتى جا ما كانش الكومونتير نقول ما نزيدش نعاود نولي القناه هذه خليها. بصح ما غاضتني، ما كذبش عليكم. على بالي بلي راني نمد انا حوايج ملاح ووصفاتي اكل ناجحين، والتصوير كما نقولوا طريقه التصوير تاعي واضحه. وتلقاي هكا دي فوا هكا نشوف في اليوتيوب، اقسم بالله يا البنات حوايج ما عندهمش معنى. كما نقولوا قنوات ما عندهمش محتوى وتلقاهم طالعين. ما على باليش لا زهر ولا ما نعرف. المهم انا البنات كما قلت لكم راني ما رجعت، راني ما خليتش القناه. شي غير تفنين برك وقضيه وقت ان شاء الله. مع السخانه هذه صدقوني يا البنات الناس كامل راهي حتى الكوزينه تعيا تدخلها. المهم الفيديو هذا راني صورته لكم البنات قبل العيد بواحد 3 ايام ولا 4 ايام. شريت شويه حوايج كانوا ناقصيني ونظمتهم هكا بطريقه هذه كيما موالفين وكيما تعرفوا حوايجي، درت كل حاجه في بلاصتها. ودوكا نفوتوا للوصفه تاعنا لنهار اليوم. واش راح تشوفوا معايا واحد طاجين بنين يهبل وسهل مع يعني اللي بقى له للحم تاع العيد. تقدروا ديروا الوصفه هذه. لهنا عندي كميه من لا فيون داشي نحيته شويه من هذاك تاع الفخذ، رحيته مليح. وعندي كميه من صدر دجاج. انا درت صدر، ما درتش صدر كامل، درت نص الكميه. هذاك الفيون داشي درت له شويه تاع الملح، فلفل الكحل والكزبر وشويه تاع راس الحانوت، ودرت له شويه تاع الدبشه. وخلط هذوك لي زيبيس كامل في بعضهم وخليته بجهه. ولهنا بالنسبه لصدر الدجاج نفس لي زيبيس اللي درتهم. وشي هو ما درتلوش برك هذاك الدبشه، هذا ما كان. الباقي درت نفس لي زيبيس اللي درتهم في الفيونداشي، درتهم في هذاك صدر تاع الدجاج. لهنا حطيت البابي فيلم، بليت غير شويه هذاك البوطاجي بليته بشويه تاع الماء باه يلصق هذاك البابي فيلم ما يتحركليش. وحطيت كما راكم تشوفوا البنات هذيك الفيونداشي حليته هكا شويه، وزدت حطيت عليه هذيك البوله تاع اللحم. ونعاود نزير عليها بهذه الطريقه هذه باش تعطيني لا فورم تاع الشكل هذا الدائري. ان شاء الله برك تكونوا فهمتوا. يعني جد سهل هذا، ما يديش خلاص الوقت يعني. ثمثم ديروه. وكما درت انا يعني درت هذه الاولى درتها بالفيونداشي، والثانيه درتها بالدجاج. يعني الاولى غلفتها من الفوق بالفيونداشي، والثانيه غلفتها من الفوق بالدجاج. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. ومن بعد نزيد نعاود نفس الطريقه اللي نحل بها الدجاج، ونعاود نغلف هذيك البوله تاع الفيونداشي. وشي هو ديروا بوله كما نقولوا ديروا مره فيونداشي ومره صدر تاع الدجاج. وكما بغيتوا الحبات، بغيتوهم كبار، بغيتوهم متوسطين، ولا بغيتوا ديروهم حبه كبيره. كما انا هنا درتهم متوسطين، ما درتهمش كبار بزاف.
درت حبات هكا متوسطين. واذا يعني بغيتو تنقصوا عليكم الخدمه ديروا حبه كبيره، وشي هو اسما ديروا حبه كيما قلت لكم كوش بكوش. لهنا راني رجعت بعد ما كملت هذاك تاع الفيونداشي. شوفوا راني غلفته الفوق، غلفته بصدر تاع الدجاج، ومن بعد كي نقسموه راح يجيكم الفيونداشي لتحت وصدر تاع الدجاج الفوق. انا الفرماج ما بغيتش نديرو، اذا بغيتو ديروا الفرماج نورمال ديروه، ما نشتيش من بعد كي نعاود نقليه ونقسمه الاخر ما يعجبنيش. هنايا بعد ما كملت البوله الثانيه كما قلت لكم تاع لا فيونداشي، شوفوا راني غلفتها بلا فيونداشي من الفوق بنفس الطريقه. وشي خالفتهم هذا مكان، درت شويه ما في البرمه وحطيتهم يفوروا مده واحد ربع ساعه هكاك، ما يديوش الوقت بزاف. ومن بعد نرجع ليهم. لهنا في البرمه هذه واش درت لا كركاس هذيك تاع صدر تاع الدجاج، ودرت عليها شويه كزبر، شويه فلفل الكحل، وشويه تاع الملح، ونقصت عليها النار ونخليها تتقلى مليح. المهم حتى وحطيت عليها ربع تاع حبه تاع بصل، نخليها تتقلى مليح حتى كما راكم تشوفوا البنات. يعني لي صوص هذو البلونش كامل نعرفوا نديروهم. ونزيد نحط عليها هذيك الكميه تاع الزيتون اللي كنت غليتها، باسكو المرقه البيضاء خي تعرفوا ثم يجري ليها الملح. درت غير على راس المغرف شويه تاع الملح هذا مكان، ونخلط ونمرق ونخليها تطيب في عقلها. لهنا البنات بعد ما مرقتها نخليها حتى تنزف مليح، يعني ما نخليش فيها لاصوص بزاف، نخليها تعقد هذيك المرقه. ونحي هذيك لاكركاس تاع الدجاج بجهه، ونخلي غير الزيتون. لهنا بعد ما فار لي هذاك اللحم تاعي، شوفوا كيفاه راه طاب. حضرت شويه تاع زيت في المقله، خليتها سخنت مليح، ومن بعد نحمر هذاك لي بول تاعي على كوتي كامل. شوفوا هذيك التحميره حمرتهم من التحت ومن الفوق، ومن بعد زدت لهم على كوتي. لهنا دوكا راح تشوفوا معايا الطريقه اللي نقصها بها باش يجيوكم على شكل هكا براج. قسمت الحبه على زوج كما راكم تشوفوا، ومن بعد شوفوا كيف جاتني هنا الحبه على شكل براج. انا راني كبرتهم، بغيتو ديروهم صغار، بغيتو ديروهم متوسطين، وبغيتو ديروهم يعني كما درت انا نورمال، يعني القرار يرجع لكم نتوما. شوفوا كيف قلت لكم قصيت الحبه على زوج، ومن بعد قصيت هذا النص الثاني، ومن بعد نعاود نقسموه على زوج هكا باه يعطيكم كما قلت لكم، يعطيكم يجي هكا على شكل براجات. وصدقوني جا بنين يهبل كيما الرولي العادي اللي نديروه، وشي هو انا غير موديفيت فيه هذا مكان. ان شاء الله البنات جربوه وتخليوا لي رايكم في التعليقات. ان شاء الله برك ما تنسونيش وديروا لي جيم ولي كومنتير باه يوصل هذا الفيديو لاكبر عدد من المشاهدين. هنايا بعد ما كملته البنات حطيت له شويه من هذيك لاصوص، نزيد ندير عليه الرشه تاع دبشه ولا معدنوس. هذا هو الفيديو تاعنا النهار اليوم، ان شاء الله يعجبكم وتهلاو في رواحكم البنات. للملتقى ان شاء الله، سلام.